وصفتنا لليوم معجنات الزعتر أو كليتشة الزعتر. هاي الوصفة لعشاق الزعتر، وصفة كل سهلة وطيبة. خلونا نحضرها سوية. راح نحتاج إلى 4 ملاعق زعتر أو أكثر حسب ما أنتو تحبون، 3 ملاعق سكر، راح أحتاج إلى كاسة من اللبن، وكيس خميرة، ملعقتين أكل سمن حيواني يفضل أطيب، وكيلو من الطحين، وبيضة واحدة، وأي نوع جبن متوفر عندكم. راح نحط الخميرة، نحط عليها شكر ومي دافي ونغطيها حتى تتفاعل. راح نحط كيلو الطحين، راح أضيف له الزعتر 5 ملاعق 4 حسب ما أنتوا تحبوه، ملعقتين أكل سمنة حيواني ولبن. راح أحط نص الكمية، وأي نوع جبن عندكم، موزاريلا، تشيدر، أي نوع جبن أنتو، مرات جبنة كريمي إذا ما تاكلوها هم تقدرون تحطوها. وهنا ملعقتين أكل إلى 3 سكر حسب الرغبة. وراح أضيف الخميرة بعد ما اختمرت، ونبدي نعجن. من تشوفون العجينة صارت سائلة تقدرون تضيفون الطحين بالتدريج وتعجنون لحد ما تصير عندكم عجينة متماسكة. هنا راح أضيف لها راح أضيف بياض البيض فقط، والصفار ندهن بيه الوجه. وراح أضيف عليها رشة فانيلا، هي المفروض قبل ما أبدي أعجن، الصراحة نسيتها. طفت الصفار على جنب ندهن بيه الوجه. راح أضيف عليها رشة من فانيلا وملعقة كوب بيكن باودر، وراح نخلط المواد كلها سوية نعجنها. وهنا تضيفون بالتدريج طحين إذا شفتوها صارت لينة. راح نعجن لحد ما تصير عندكم العجينة كلش فلافي، نحطها على جنب تختمر. وهنا أنا حطيت ورقة من الزبدة، وتشكلوها الأشكال اللي أنتو تحبوها. أنا سويتها كرات وفرشتها للسهولة. جبت هنا بيضة رشيت عليها قليل من النسكافيه المرة، وراح أخلطها كل زين وندهن بيها الوجه. طبعا تحطون الفرن على درجة حرارة 180، وتحطوها بالبداية النار السفلى، وآخر 5 دقائق تحمصون الوجه مالتها. وهذا شكلها النهائي. أتمنى تجربوها وتعجبكم. عليكم بمليون عافية. لا تنسون تسوون فولو لايك وسبسكرايب، وانتظرونا فيديوهات جديدة. تحياتي لكم من قناة المطبخ العراقي في ماليزيا.